شلونكم؟ صار لي كلش هواية ما مصورة، بس خلينا نعدل الإضاءة. قلت أصور فيديو ما أريد أوقع. أكو شغلات مهمة من ناحية إحنا كإنسان، يعني ليش دا أحس، ما أعرف إذا أني وحدي دا أحس هذا الشيء، اعذروني على هاي الحكاية، بس أكو ناس عايشين وكأنما هم حيوانات، يعني ينامون ياكلون يتبعون شهواتهم، بس يعني خلاص. شنو يختلف بين هذول الناس وصدق الحيوان الصدق؟ يعني أعطيكم مثال، هو أنت عايش بمدينة كبيرة، كل شيء أكو، كل أنواع الناس تقدر تشوفها، من تاخذ المواصلات مثلا قطار باص حتشوف طبيعة الناس تصرفاتها. مثلا واحد لزم التليفون قام يقلب بالتليفون وصوت التليفون كلش عالي، يعني مثلا اذا انت تقعد يمه ما تريد يعني تسمع الفيديو اللي هو قاعد يسمعها او الاغنيه، يقعد يخابر ويسولف ويعيط ويصيح ويضحك، وواحد ثاني يجي يقرض اظافيره. كواي ناس، هواي انواع من الناس، هواي احنا نقدر نشوف نماذج قدامنا، واللي ما نحب نشوفه راح نفتهم انه يجوز هو هذا الشيء غلط. مرات افعال الناس من نشوفها مثلا اكو افعال بشعه، احنا نصف نفكر نقول اذا هذا الفعل انا شفته بهاي الطريقه وشكله مو حلو هيجي، ماكو غلط، هذا نحس انه اكو غلط بهذا الفعل. يعني مثلا تجي تقرض اظافيرك بالمترو او القطار والناس قاعده تريد تروح للشغل، مو وقتها تجي بالمقراضه تقرض اظافيرك. ما أعرف، يعني اكو هواي شغلات هيجي أصلا أقول يعني ما نقدر نلوم أحد. شنو الشي الحلو اللي نقدر ناخذه بهيجي مواقف؟ يجوز ما نقدر نغير ذول الناس، لأن هم بنفسهم لازم يختارون هذا الشي. إحنا كناس يعني خارج حياتهم لا إراديا، إحنا ما راح نطلع بس عم نصفن عن الناس، لا، أكو مواقف تجي قدامنا ولا إراديا عيوننا تروح ونقول يعني اصلا لو عيوننا ما راح احسن، لو ما شايفين هذا الشخص اللي قضى اظافيره بيجي، مرات ما نريد نشوفها، بس هالموقف يجبرنا نشوف موقف وراها ندير وجهنا ونفكر. هذا احسن موقف نقدر ناخذ منه شغله مهمه مودنا على مود حياتنا، نقدر نستنتج شيء حلو من موقف بشع. موقف من نشوفه نحس يعني مو حلو، نحس بإحراج، نحس بشيء مو زين. من هذا الشيء المو زين نقدر نستنتج شغلة مفيدة وزينة، نفكر إذا هذا الشيء هيك سبب لنا هالإحساس، معناته هذا الشيء غلط، أكو غلط بالموضوع، فنبقي بعيد عنه، ما نتقرب لهذا الشيء. ليش نتقرب لهذا الشيء؟ إذا بنفسنا شفنا هذا الشيء وحسينا إنه هذا الشيء بيه غلط، خلاص هذا الشيء نكنسله، نبعد عن أفكارنا. مرات الحياة تجيب لك مواقف تساعدك هيك ببلاش. حياة الإنسان من تنطينا أي مواقف بالحياة ترجعنا على إنسانيتنا، لأن نفكر نشوف المواقف بالطريقة عقلانية، نشوف المواقف بالطريقة الصحيحة. مو كل موقف لازم يخلينا نبتعد عن إنسانيتنا، نكره العالم أو نظل نحكي عليهم نصير أسوأ من اللي شفناه. لا، مو هيك. انت تريد تكون أسوأ لو أحسن. باي باي.